صباح الفل عليكم. بقالي فترة عايز اطلع لايف على الصفحة بسبب حوار القمار ده. كتبت كذا سكريبت بس الموضوع بياخد وقت. قررت ان انا هطلع انا سكريبتد، ان انا اقعد اكتب سكريبت واظبط لوكيشن والكلام ده. لقيت الموضوع بياخد وقت، وانا الحوار ده مش شغلي، وفي نفس الوقت مش واخده سبوبة يعني زي ما الناس واخداه. في كام حاجة حصلت، حاجات كتير يعني مش حاجة واحدة. كنت عايز اطلع اتكلم بس برجع او الموضوع سكريبتد وجاهز وكده. من 10 ايام او اكتر حد من العيال اللي كانوا شغالين في مجال القمار ده جاله كانسر، اسمه ابو الدنيا تقريبا. بعتذر طبعا على شكلي اني مبهدل في الشغل وكده، وبقالي كام يوم ما بنامش. حد من العيال دي جاله كانسر، فاختلفنا انا والناس اللي معايا عن احنا عايزين نطلع نتكلم. يعني بيقول لي لا بلاش شماته وكده. موضوع الشماته ده انا مش طالع اشمت، انا طالع اعتبر حد عبره منه. يعني ده واحد من اللي كانوا شغالين في مجال الترويج للقمار. يعني محسن وخالد والاشكال دي كانوا يعملوا بوستات ويحاولوا يجيبوا ناس وكده يدخلوهم القمار الالكتروني او المراهنات ويخسروا فياخدوا نسبه من وراهم. فمحسن وخالد لما ينزل بوست مثلا على الفيسبوك، في حد بيدخل يعمل له بروموت للبوست ده او تمويل عشان يوصل لعدد كبير. فده كان واحد منهم، وانا متاكد ان الواد ده كان بيدخل عندنا على الجروب يشتم. لانه بيدخلوا يعني على الجروب يتكلموا، كانوا بيدخلوا يشتمونا مع ان احنا ما ضرناش حد، احنا بنوعي بس الناس. فاحنا هو بيعاملك ان انت يعتبر قاطع عيشه، فلما تقطع رزقه هو انت كده مزعله. يعني انت هو راح ينصب على الناس وانت رايح تحاول توعي اللي بيتنصب عليه ده، انت كده مزعله. فكانوا بيدخلوا يشتمونا، قال ما حدش بيختار نصيبه والكلام ده. انا مش ده موضوعي دلوقتي. انا موضوعي ان عايز اوضح كذا حاجه في موضوع الفيديوهات اللي انا عملتها، لان في ناس كتير شافوا الموضوع واعتبروا منه واستفادوا منه ومحدش شير البوست او حاجه. وفي ناس الكاريزما بقى اللي هو بيدخل يقول لك انت الحوار ده دخلت فيه ازاي. وابتدى حد من بيقابلني في شغل وكده بيقول لي انت ايه اللي دخلك في الموضوع ده. هو الموضوع ده بدا معايا ان انا كنت شغال عادي ومضغوط في الشغل، حد صاحبي يحتاج فلوس بعته العميل عندي، قلت له خد الفلوس دي منه خليها معاك. ربنا قدر لي ان انا اعمل عمليه بعدها. دخلت العمليه والناس اللي معايا الحمد لله سلمت الشغل اللي كان معايا، وخدت قرار وقتها ان انا هريح شويه، هستشفى من العمليه براحتي. بكلم صاحبي ده بقول له الفلوس لو الدنيا معاك تمام ابعتها. فقال لي الفلوس والله مش معايا دلوقتي ولقيت وضعه صعب كده. فاكتشفت ان هو خسرها، وخسر مبلغ كبير معاها كان محوشه. يعني هو وضعه المادي زينا كلنا، الوضع المادي المعتدل ده. قلت له خلاص مش مشكله، انا هحاول اتصرف واجي لك. يعني قعدت معاه شويه اتكلمنا في موضوع الفيلم ده واللي حصل وكده، فهمت منه. فلما فهمت اكتشفت ان هو اتنصب عليه. هو مش موضوع ان هو لعب قمار، لان المشكله ان الناس فاكره ان ده هو ضرب على ايده ولعب قمار. هو محدش ضربه على ايده وهو راح لعب قمار، وده اللي مخلي الناس ساكته وده اللي مخلي الناس ما بتتكلمش. ازاي اتنصب عليه؟ حد نزل بوست على الفيسبوك ده شغل هتحقق المليون في 3 4 ايام او في ساعتين وانت قاعد على سريرك، وتمويل بقى ونصبايا مدروسه كده. الموضوع مش ان هو دخل قمار وكده والموضوع خلص. كان فيه كذا حد معانا طبعا في الموضوع، منهم ناس شباب صغير وفي ناس كبيره. جمعنا بعض وقلنا نعمل حاجه. انا بحكم العمليه كنت كده كده قاعد في البيت، بخرج قليل، معايا النت معايا الموبايل. قلت بدل ما اضيع وقتي في حاجه مش مفيده هضيع وقتي في الموضوع ده، وربنا الهمني يعني ان اضيع وقتي في الموضوع ده. وحاولت اتابع، لقيت ان انا هقدر اكشف حاجه، لان الناس ما بتتكلمش. فمش معنى ان انا شفت حاجه غلط ان انا مش هتكلم. من باب التغيير المنكر، وان الناس دي يجمعوا فلوس يعني بطريقه شمال، ومن باب زعلي على صاحبي لما الناس دي تنصب على حد والموضوع النصب ده يكتر وينتشر. ده خد فلوس بطريقه مش كويسه وهيصرف منها. في نفس الوقت اللي اتنصب عليه ده مش هيسكت. اللي اتنصب عليه ده ممكن يبقى حصلت كتير، ينتحر، حياته تبوظ، يتدمر، يخسر مثلا كتعليم او كده، ان هو مستقبله الوظيفي او الدراسي يتبهدل فاضي. ولقيت ان انا هقدر امسك عليهم حاجه، فمسكت عليهم وابتديت. اول فيديو عملت طبعا الفيديو لانه معمول بطريقه كويسه بكشف كذبهم، لان كل اللي كان بيتكلم في الموضوع ده قبل كده كان بيتكلم يدخل يلت زي ما انا بعمل دلوقتي، يعني اللي هو ايه، بيدخل يهرتل كده. انا كتبت سكريبت وجهزت الداتا وجهزنا الداتا وفي حد منتج، والموضوع مشي في السكه دي. يعني لما لقوا الموضوع ابتدى ياثر، لان احنا برضو دخلنا بذكاء، عملنا جروب تليجرام وابتدينا نجمع الناس الخسرانين عليه. انت كنت لما بتدخل تتكلم مثلا او تقول يا جماعه الناس دي نصابين، كان بيتعمل لك بلوك ويلا اللي بعده، ما كانش حد شايفك اساسا. لما اتعمل الجروب ابتدينا نجمع الناس عليه، ابتدينا نمول على الفيسبوك، لقوا ان احنا ابتدينا ناثر، ان احنا خلاص. هو اللي يبان لك ان الموضوع فيه الافات، بس هو الموضوع كله فيه 200 300 واحد هم اللي بتنصب عليهم. وال 200 300 واحد دول كل واحد بيدخل السكه دي بيجيب اللي في بطنه كله، وبعد كده يرجع ما فاضي، يرجع ينتحر، يرجع يطلق، يرجع يخرب بيته، تعليمه يبوظ، يسيب بيته ويمشي. ما هو في ناس بتبيع في شرفها وتبيع يعني شفنا العجب يعني في الموضوع ده. ومش هسكت تاني في الموضوع ده، هطلع كده زي ما الناس بتطلع لت فيه. لان اللي مضايقني ان الناس اللي استفادوا من الموضوع بيتكلموش، بيجي يشوفوا هيستفيد ازاي من الحوار. اللي بيطلعوا لنا بقى من الحوار ده الناس الكاريزما بقى، اللي هي الفزاليك اللي بيجوا يتكلموا معانا وكده، اللي هو انت ايه اللي دخلك في الحوار ده؟ طب انت استفدت ايه؟ طب انت عملت ايه؟
انا كنت عامل عمليه والموضوع بالنسبه لي فاضي قاعد ومعايا نت، زي ما انا قاعد دلوقتي كده برغي ما بعملش حاجه. وعملت فيديو نزلته، لقيت الفيديو ان الناس ابتدت تتفاعل معاه وربنا الناس بتدخل تدعي لنا وربنا يبارك لكم وكده، وفيدباك حلو بيجي لنا. وبرضه مش من النوع ان انا عايش شو، لان انا ما كنتش عايز حاجه من ورا الحوار ده. وده دليل ان انا بقالي على 7 مثلا 25 او عدينا 7 25، ففي عدى سنتين داخلين في السنه الثالثه، ما عملتش منه حاجه ولا استفدت من الموضوع حاجه. بالعكس انا بفضل الله من اكتر الناس اللي اثروا في الحوار ده ان احنا عملنا مكان للناس تتجمع عليه وتتكلم، لدرجه ان كلهم بلا استثناء كانوا بيدخلوا ويشتموا وجالنا تهديدات وان انت تبطل، واتعمل لنا صفحات مسيئه اللي اتعمل كتير. بس احنا ما كانش فارق معانا لان شايفينهم شويه عيال والموضوع كده كده مكمل، وكنا عاملينه لله. فاللي كان بيبقى فاضي بيساعد، والحمد لله في اكتر من حد. وبشكر طبعا الناس اللي شغالين لحد دلوقتي بيساعدوا. بعد ما عملت اول فيديو وعملت الجروب وابتديت الم ناس عليه دخلوا هددوا، والتهديد ده لقيت ان هو هيفيد ان انا لو عملت فيديو تاني هاكد للناس الناس دي نصابين والناس دي عايزين مصلحه يعني. الكارثه ان هو بيخسر ده مشكلته مشكلتين. اول حاجه انه بيخسر فلوس، والفلوس دي بتمشي في سكه شمال بعد كده، والسكه الشمال دي ممكن تبقى غسيل اموال والقرف اللي احنا سامعين فيه دلوقتي. ومن ناحيه تانية الفلوس اللي بتتاخد دي بيروحوا يمولوا بيها بوستات جديده وينصبوا على ناس جديده والدايره دايره، ومحدش بيتكلم. اللي بيخسر بيخرج من الموضوع زي ما يكون اتقفش بملايه وبيجري وما بيسيب يعني ما بيتكلمش. انا الناحيه الثانيه هم مكملين نصب ومحدش واقف لهم، وحتى اللي بيطلع يتكلم عشان شو. اغلب اللي انا شفتهم اتكلموا، اغلبهم يعني اتكلموا عشان شو. محدش جمع الناس. جمعنا الناس وابتدينا نوعيهم ونقول لهم ازاي ده بيبقى نصب. المشكله ان احنا ما كناش عايزين شو من ورا الحوار، ولا كنا عايزين حاجه غير ان احنا عاملين الحوار لله وبنساعد الناس. اللي كان بيحصل ان كان في ناس بتدخل تشكرنا واثرنا في الموضوع جامد لدرجه ان هم دخلوا هددوا. ووثقت التهديد ده في فيديو على اليوتيوب اللي هو الفيديو الثاني. وفضلنا شغالين لحد اللحظه اللي احنا فيها دي بنوعي الناس على الجروب، وما عرفوش يمسكوا علينا حاجه، لدرجه ان كان في ناس بتدخل تسال من باب السؤال انتوا هدفكم ايه؟ هو مش فاهم انت هدفك ايه. النصاب ده هو مش فاهم انت بتعمل الكلام ده ليه، شايفك بدون هدف. يعني هو بيمول بوستات وبيجيب ناس ينصب عليهم فبيكسب ويدور العمليه والموضوع ماشي. انا بالنسبه لي انا مش كسبان حاجه. كارثه معايا في ايه يا معلم؟ الناس اللي بيخسر ده بتحول من واحد طمعان ان هو يعمل مليون، لواحد عشمان ان هو يعمل مليون، لواحد ابتدى يخسر وبيخسر لحد ما يفلس، بعد كده لواحد حياته اتدمرت، بعد كده يا اما بيتجند يا اما بينتحر او بيحصل له مشكله كبيره في حياته. كل الهدف شغالين على الناس التوعيه مش اكتر. ما كانش لينا هدف في الموضوع يعني اكتر من ان احنا بنوعي. فكان كل حاجه فويسات على التليجرام، كميه كونتنت غبيه كان ممكن الواحد يستغلها لو عايز يعمل شو يعني ويكسب من ورا الفيديوهات دي. ما اعتقدش ان حد قال كلام زي اللي احنا قلناه على الجروب او على في الفيديوهين اللي اتعملوا دول. ومقدمين حل للحوار ده من سنين، من سنتين قلنا نقفل المحافظ الالكترونيه بتاعت التطبيقات دي، الموضوع هيبقى بسيط هيختفي. بس مش عارف ليه الموضوع ده ما اتسمعش. ما كنتش فاضي اكمل واتشغلت في شغلي، لان زي ما قلنا مش شغلانتي اساسا موضوع الفيديوهات، ولا ان انا واخد الموضوع سبوبه. شغلت في شغلي وبقيت اتابع على خفيف كده. المشكله ان بقابل بقى اللي هي البزلوكه ده اكتر من مره، انت ليه عملت كده؟ طب انت مستفيد ايه؟ طب انت كسبان ايه؟ وهري كتير كده. فاللي عايز اقوله ان احنا يعني ايه، ما ينفعش نسكت على حاجه زي كده، لان حاجه زي كده طيلانه. لما حد يخسر مثلا فلوس في قمار وحياته تتدمر، ما تفكرش انه ياخد بعضه ويروح الصحراء كده يعيش في كهف مثلا. هيعيش معاك برضه في منطقتك، ممكن يتعرض لحد يخصك، يسرقك، يخليك مثلا في سايب مكانك وماشي بعيد فيسرقك، او يضرك من باب بعيد مش لازم دايركت يعني. والنصاب اللي عمل فلوس ده فرحان بالفلوس اللي عملها، وفيما بعد هيشوف طريقه نصب تانية وانت ممكن تيجي في السكه، او يطور مثلا طريقه يلم بيها فلوس شمال وانت هتيجي في الرجلين. فالفكره ان احنا بنوعي. ليه صوت الحق بقى حاجه غريبه. على الناحيه الثانيه بقى الاشكال اللي شغاله على تيك توك اللي هي الحوار اللي داير دلوقتي ده، اغلب الكلام ده هلس يعني. اغلب الكلام ده مدفوع له فلوس. لان احنا مثلا لما كنا بنشوف بوست مثلا من بوستات القمار دي، كنا ندخل عليها كنا بنبقى شايفين الكلام ده اكتر من مره، فشفنا الريتم اللي هم شغالين عليه. فملخص للكلام اللي اتقال عشان يبقى الموضوع واضح. اللي خلاني جبت سيره الواد بتاع الكانسر ده، لان الواد لما نزل بوست على الفيسبوك وقال محدش بيختار مصيره وادعوا لي وانا ما كانش بايدي والكلام الهرس ده، كميه كومنتات داخله بتدعي له من عليه الشمامين دي برضو اغلبهم يعني بيدعوا له عادي. فهم بيسبورتوا بعض يعني، بيبقوا في ظهر بعض وبيكملوا بعض. وتيجي انت على ناحيتك انت على النقيض محدش بيتكلم. دخلت الموضوع ده ازاي؟ دخلت صدفه عن طريق ان انا عملت عمليه، واحد صاحبي خسران ودخلت خسرت فيه كام؟ خسرت فيه مش اكتر من 400 500 جنيه او 300 400 جنيه حاجه زي كده. ودخلت بحط الفلوس عشان افهم، عشان لازم تلعب عشان تجرب عشان تفهم القصد من الكلام ايه. عملت كده ليه؟ من باب النهي عن المنكر، عشان زي ما قلنا ان انت مثلا ما ينفعش يبقى في لواط شغال يعني.
قوم لوط شغالين جنبك وعمالين كده في بعض، فدول هيكتروا، فلما يكتروا هيطولك الموضوع. حاجه تانية عشان الفلوس الشمال دي، قلتها برضو على القناه بتاعت التليجرام من فتره، ان الفلوس الشمال دي مش مطبوعه من البنك. يعني البنك لما بيجي يطبع ما بيطبعش مثلا مليون جنيه يقول المليون جنيه دول فلوس يمين او فلوس شمال، لا، هو ده مبلغ واحد احنا كلنا بندور فيه. وعشان كده اتعمل غسيل اموال. فرضنا مثلا راس المال الداير في مصر 10 مليون، وسكك شمال خدت 5 مليون، ال 5 مليون التانيين دول اللي هيمشوا في السالاريز في الرواتب بتاعتنا، واللي هتمشي بقى في السكك الحلوه اللي هي الجميله دي، فاهمني؟ ال 5 مليون التانيين بقى اللي هم هيروحوا بقى للسكه الشمال دي، هيحصل لهم ايه؟ يدخلوا بعد كده غسيل اموال. فواحد هيروح يحط فلوس في مكان ويغسل اموال، فالحاجه هتغلى عليه وعليك. الموضوع زي تاثير الفراشه، زي ما قلتها على القناه بتاعت التليجرام قبل كده، ان انت اقل حدث بيحصل لازم بيأثر عليك. الكورونا مثلا حصلت في مكان انت مش شايفه اساسا، قعدنا سنه كامله محبوسين واثر الاقتصاد كله. حرب روسيا واوكرانيا، حرب ايران واسرائيل، فاهمني؟ بدأت بحرب حماس واسرائيل. فالموضوع نفسه ان هي بتبدأ بقى صغيره وتكبر. الكارثه في الموضوع ده ان هو مختفي. فانا دخلت الحوار ده، ولو حد مكدب كلام انا بتكلم على العام وما بمسحش كومنتات وبسيب الدنيا هيصه، حتى برضو من باب ان هم قلبهم جامد قوي، والرجاله داخله ببجاحه. الواد اللي جاله كانسر ده من الناس اللي كانت بتدخل تشتم وداخل ببجاحه قوي، واحنا ما بنتكلمش. ان هم بيدخلوا عندي على التليجرام، على الجروب بتاعي، على القناه بتاعت التليجرام، ويعملوا الرياكتات اللي هي العكس، ان انا كلامي غلط يعني. فاحنا كنا بنعمل لهم رياكتات انجري على البوستات بتاعتهم. هم بيدخلوا عندنا يعملوا لي، يعني انا بتكلم في خير وبتكلم في صح، وبيدخل يعمل رياكتات غلط، مع اني فاتح الرياكتات عندهم على الجروب بتاعتهم. الرياكتات مقفوله اللي هي الايموجي. خلاصه الموضوع، اي حد يعرف عني حاجه مش مظبوطه، الصفحه موجوده ويعمل فيديو وانا هنشره له بنفسي. اي حد انا قلت له العب قمار او مشيت وراه في سكه بس طالع عشان في ناس كانت مفكر ان انا الموضوع ده انا داخله بكسب من وراه يعني. لما جيت اتكلم قلت لك ان اللي هو بيتحول من طماع لعشمان، اللي ابتدى يخسر لخسران، لمفلس، لمدمن، لحالته متدمره. فده بيتحول لحاجتين: يا اما بيعمل كارثه ان هو يسرق مثلا، ان هو ينتحر، ان هو يبهدل اولاده او يبهدل اهله، يا اما بيتجند. حد بيكلمه يقول له تعالى وانا اكسبك، هات لي ضحايا جداد. ممكن يطلع يعمل برومو كود تاني ويدخل. ودي ناس كتير دخلت السكه دي بالطريقه دي، ان هو بعد ما جاب جاز حد جنده تعالى خد برومو كود اهو واشتغل معانا. انا نفسي بيتبعت لي الكلام ده اكتر من 5-6 مرات في الاسبوع. حد بيدخل يقول لي ممكن تشتغل معانا وجروبك وبتاع والكلام ده. انت متخيل؟ ده بقى واحد حالته مفيش حاجه خالص، تعالى هيروح. مش كل الناس كده يعني. فده من باب ان احنا بننهي على المنكر، لان هو هيصيبنا زي ما قلنا. وعشان لما نتسأل ما نقولش ان احنا سكتنا، كان في ايدينا حاجه والحمد لله عملناها. لو حد يعرف ان انا خدت قرش من ورا الحوار ده يجي يواجهني انا ولا فيديو. يعني المجهود اللي اتعمل، حتى الناس اللي معايا بيقولوا لي نطلع نركب الترند ونركب الموجه، وزي ما الناس ركبت الموجه في ناس وصلت لقنوات تلفزيونيه وبيلت وكده. بس انا مش ده مبدئي. انا مبدئي ان انا داخل انفع الناس، ودخلت الموضوع ده لله، فدخلته لله والموضوع خلص بالنسبه لي. في نصيحه يعني عايزين تسمعوها مني اسمعوها، مش عايزين تسمعوها مني براحتكم. انا مش رقيب على حد. عايزين نشجع الناس اللي بتعمل حاجه حلوه شويه. خلينا من الناس الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. يعني انت لما تسمع حد بيتكلم في حاجه كويسه، اشكره الاول على الكويس اللي هو قاله، وقول له الكلام من باب النصيحه. انا ما حدش الحمد لله دخل نقدني ولا حاجه، بس بشوف محتوى ما حدش بيدعمه. الناس بتسكرول كده اللي هو بيتفرج، هو غلط فين، هو غلط هنا، مسكت غلط. استمع القول واتبع احسنه، وصحح وقوم وشجع بقى عشان المحتوى ده يظهر. لان المحتوى التاني في ناس بتدعمه، ودعم شمال، مش ان هو بيبروموت والكلام ده، لا، بيقعد يكتبوا كومنتات فيك كتير، وممكن كومنتات شتيمه وكومنتات دعم، فيعمل رايين، فواحد يدخل يشجع الراي ده، واحد يدخل يشجع الراي ده. عايز تشوف الناس بتعلق ازاي، لان الناس اصلا بقى عندها رهاب اجتماعي في الكومنتات، مش عارف ليه. خصوصا المحتوى المفيد ما بيعملوش كومنتات. يعني لو ما حدش دخل هو بدا كومنتات على بوست او كده، ما حدش بيخافوا يكتبوا كومنت عشان الكلام اللي هيتقال ده يتشاف. فهم يعملوا زحمه في الكومنتات. عارف انت لما تكون راكب المترو مثلا وتلاقي البياع وداخل حد قبله، فالحد اللي قبله بعد ما يعمل الفقره بتاعته دي فيشتري، فيشجع الناس انها تشتري. هم دي نفس الحركه، ده نفس المبدا الجميل اللي بيتبعوه. فدي اول حاجه. تاني حاجه عايز اقول كلمه برضو لاخواتنا الصغيرين اللي هم الشباب اللي لسه طالع. ما تفكرش ان الموضوع فلوس، لان الواد اللي جاله كانسر ده لو قلت له يرجع بيك الزمن وتستغنى عن الفلوس دي وتستغنى عن الكانسر، يقول لك وقلت قبل كده ان الرزق ده حاجه ربنا قابضها في ايده، ما حدش عارف رزقه بكره فين او الدنيا ماشيه ازاي. حاجه الاهم من كده، لما تشتغل في حاجه
سكيلابل، يعني اشتغلت مثلا محاسب صغير في مكتب او محامي في مكتب، فهتعلم فهكبر، فبعد كده هفتح مكتب. انما هتبص مثلا السكه اللي هي السكه الشمال دي وبعدين طيب كملت شمال والامثله كتير يعني. انت هترضى؟ ما انت هتحط نفسك في سكه شمال، فالسكه الشمال دي هتتجوز منها وولادك هيتربوا فيها وحياتك هتبقى جوه المجتمع ده عامل معاه وبتاخد منه كده. بشوف مثلا اكس من الناس مشهور ومعاه فلوس والدنيا كويسه جدا معاه، بس عنده ولد او ابنه مثلا متبهدل. على النقيض بشوف واحد موظف محترم عاش حياته كويس وربنا صدرها معاه وما تحوجش لحد وربى عياله يعني كل الحاجات الكويسه تتقال، ومع العلم عنده مشاكل في حياته. ما تفكرش الناس اللي معاها فلوس دي ما عندهاش مشاكل، الناس اللي معاها فلوس دي اكتر ناس عندها مشاكل. انت لما يكون معاك 1000 جنيه بتشيل هم ال 1000 جنيه وتعيش في ليفل ال 1000 جنيه، لما يكون معاك مليون هتعيش في ليفل مليون وتشيل هم ان انت تخلي المليون دي اكتر عشان الليفل عشان ما ندخلش في تفاصيل. فبقول للشباب الصغير اسعى في انت تعمل حاجه تكبر معاك، ولما يبقى مثلا عندك 30 و40 و50 سنه تبقى مكمل بشرف، واهل بيتك مبسوطين بيك واولادك مبسوطين بيك، وتقدر تشوف الخير اللي انت عملته في حياتك او الفايده اللي انت عملتها للناس تشوفها فيهم. مثلا على الناحيه الثانيه بقى بص للزريبه اللي كانت مفتوحه على التيك توك، والناس التيك توكر اللي طلعوا وخدوا الموضوع ده سبوبه وشاركوا في شغل شمال. ربنا مش هيسيب ضيقه او الذنب، حاجتين: ذنب بينك وبين ربنا اللي هو ده ربنا هيحاسبك عليه وربنا يغفره لك ان شاء الله، ربنا غفور رحيم، وذنب بينك وبين العبد. يعني لو انت مثلا اذيتني او انا اذيتك، احنا هنقف احنا الاثنين قدام ربنا هنقتص من بعض. ربنا سبحانه وتعالى برحمته وعدله مش هيقول لك لا انت انا سامحتك في ذنب احمد مثلا، هيقول لاحمد اقتص منك. بص للناس الكتيره اللي حوالينا وبص الناس اللي شغاله شمال دي، ما تتساقش ورا الناس دي. عدد الشمال ظاهر، بس احنا 100 مليون. لو عملت تعداد ليهم الناس اللي شغاله هلس دي هتلاقيهم مثلا كام 100,000 واحد من مليون كتير. ففي ناس شغالين وفي ناس مستحملين كتير. فبلاش يبقى المبدأ بتاعنا في السكه دي، لان هي دايره وبتدور، والنهارده انت فيها انا بكره هبقى فيها، احنا واقفين ورا بعض كده. انت بتلسع اللي قدامك على قفاه، فكله بيلسع على قفاه، القفا ده هيرد لك في الاخر، وكلنا عايشين في نفس الليفل. واللي عايز اوصله وده اللي خلاني ده بقى اللي خلاني مشيت في الموضوع ده وعملت الفيديو ده، انا عايش مع الناس دي في نفس المجتمع الجميل ده فالموضوع ده هيترد لي. فما ينفعش حبيبي ياسر. انا عامل الفيديو ده خلاصه عشان الناس كانت اللي هو ايه بيتقمصوا اللي هو انت عملت الكلام ده ليه. فانا عامل الفيديو ده سايب البوست ده على الصفحه عندي، بغض النظر ان مفيش حد بيشوف غير ناس قليله، بس عامله عشان بزعل قوي لما حد يسيب المجهود اللي اتعمل ده كله والموضوع مفتوح وباين ومش باين على ان انا سرقت يعني ولا عملت ملايين من ورا الحوار ده. قول لي انت دخلت الحوار ده ليه وعملت منه كام وكسبت كام وخسرت كام. خليك من الذين يستمعون القول فيتبعون احسن. دي النصيحه اللي كنت عايز اقولها، ان انت بص على الناحيه الثانيه للزريبه اللي اتفتحت دي، احمد حسن وزينب ولا شادي ولا الواد محمد اللي هو بتاع الكشري ده، ولا عد كتير قوي. على الناحيه الثانيه هتلاقي في نماذج كتير ناجحه بس مش ظاهره، وناس عايشه حياتها كويس. وهتلاقي اللي عايش كويس اللي هو بيتبع القيم بتاعه المجتمع، اللي هو بيحافظ على نفسه. لان انت لو بقيت غابه يعني كله هينهش في بعضه. عندك مثلا الغلا اللي احنا عشناه ده، كل واحد بقينا نعلي على بعض، وفي نفس الوقت احنا عايشين في ليفل اقل. يعني احنا بنقبض اكتر وعايشين اكتر، بس عايشين في ليفل اقل من حياتنا قبل. ما تبصش الناس دي بتبقى بالونه وبتفرقع، وبعد ما بتفرقع بيتوهوا. والمشكله ان انت لما تدخل سكه شمال مش هتعرف ترجع منها، مفيش يوتيرن يعني وترجع، وبتخسر فتره، ويا اما بتكمل في السكه دي فالموضوع معقد شويه. فلو حد شايف ان انا نصبت عليه او اثرت عليه بطريقه سلبيه يكتب لي في الكومنت ده، او ياخد الفيديو ده يعمل عليه اي حاجه ويقول ان انا نصبت عليه.